يلا بينا نحضر حفلة الأهلي على فاركو في الدوري. ده عدد جمهور الأهلي الموجود في الماتش النهارده، وبصراحة الماتش طلع التوالي العدد محترم، أتمنى يكملوا على نفس الشكل ده لنهاية الدوري. النهارده ريبيرو قرر يضيع، لعب بكل الأوراق اللي معاه، تريزيجيه موجود وزيزو موجود وبن شرقي موجود وأيو ديانج اللي الناس كانت بتتكلم عليه موجود، كل اللي أنت عايزه موجود، وجماهير الأهلي مستنية حاجة واحدة بس، المكسب. بدأ الماتش وكان باين جدا إن الأهلي من أول لحظة عايز يكسب. الاول للاهلي محمد شريف رجع تاني يمارس هوايته المفضله ويجيب الجون الاول للاهلي، عرضيه محترمه قوي من هاني، والاهلي بيلعب على الجنب اليمين من اول الماتش، واضح ان هو مركز على الحته دي، خصوصا كمان ان زيزو بيلعب في الجنب ده. تاني تريزيجيه بيفتتح اهدافه مع الاهلي، واضح ان هي هتبقى حفله زي اخر ماتش في الدوري السنه اللي فاتت، برضه مش عارف كان 6 ولا كان كام، فكروه. اوفسايد يا كابتن تريزيجيه، حاول مره اخرى. اللقطة دي ريبيرو كان بيدي تعليمات لزيزو، وبعدها على طول بدقيقتين 3 زيزو جاب أول جون ليه مع الأهلي. زيزو والتاني للاهلي، واضح ان النهارده كله هيجيب اجوان، يعني اللي ما جابش هيجيب النهارده، الاستاد هيتقلب عشان زيزو بس هو اللي جاب الجول. ديانج دبابه. خلص الشوط الاول 2-0، الاهلي احسن من الماتش اللي فات دفاعيا وهجوميا وكل حاجه. نقطه كمان مهمه، الاهلي الماتش ده بيلعب باربعه اجانب وواحد على الدكه، الماتش اللي فات كان بيلعب بواحد اجنبي واربعه على الدكه. بالنسبه لي كانت حاجه غريبه جدا ان انت بتجيب 4 لعيبه اجانب جامدين ومقعدهم كلهم على الدكه. بدأ الشوط الثاني بتشجيع جمهور الأهلي اللي ما سكتش لحظة لحد نهاية الماتش. ده زيزو فتحت معاه على الاخر. جمهور الاهلي طماع قوي بصراحه، 3 مش كفايه، الرابع جاي حكايه. ريبيرو في الدقيقه 64 هيعمل تغييرين، جراديشار وكوكا، شكله عايز يجيب اكتر كمان من 3. وايه اللي حصل ده؟ يعني ايه اللي حصل في الجون ده بجد؟ محمد هاني بيعمل ايه؟ مصطفى شوبير بيعمل ايه؟ ده بعد الجون اللي دخلت الأهلي بغلطة من شوبير ومحمد هاني. مصطفى شوبير تحس إن كان عايز الأرض تتشق وتبلعه. يا ابن اللعيبه يا جراديشار، يا رايق يا رايق يا رايق. يعني زيزو معمول له قلبان في الاستاد، جاب جونين وهو خارج كمان الاستاد كله بينادي باسمه، وغنوا له كمان اغنيه باسمه النهارده، فيعني زيزو معمول معاه الصح. كتير كانت بتقول ان عماد النحاس ملوش دور قوي في الجهاز الفني للاهلي، ولكن عايز اقول لك ان كل اللعيبه اللي نزلت كان عماد النحاس هو الوحيد اللي بيديهم التعليمات. هيطردوا طبعا، لان هو قال له اخرج من الناحيه الثانيه. بصراحه قسما بالله حقه، لان هو قال له اطلع من جنب الخط من هناك، وانا شايفه وهو بيقول له اطلع من جنب الخط من هناك، ومحمد هاني عمل عبيط وما بصلوش وفضل يمشي، وحقه يديله انذار الثاني ويطرده، لان هو بصراحه استفاد. خلص الماتش، الاهلي كسب 4 وكان ممكن يبقوا 5 و6، الاهلي عمل كل حاجه صح النهارده. تعالوا نشوف ريبيرو هيقول ايه في المؤتمر الصحفي. كنت عايز اعرف ايه سبب التفوق الهجومي الكاسح للاهلي النهارده، الاهلي سجل 4 اهداف وكمان في جون ما اتحسبش، ده في ظل غياب امام عاشور هداف الدوري السنه اللي فاتت اصلا. يعني رد عليه وقال لي ان احنا عندنا لعيبه جامده جدا في كل المراكز حتى مع غياب امام عاشور. وبس كده، الحمد لله.